هاتيلي بقى اي حلة عندك وبدون ما تلمسي العجينة خالص، حاجة سهلة وسريعة ومش هتعجني ولا هتتعبي خالص في عجين ولا فرد ولا اي حاجة، هتعمليها في ثواني. هاتيلي بس اي حلة عندك كده وتعالي شوفي الوصفة بتاعتنا النهاردة. اتحداكي بقى لو شفت الوصفة دي قبل كده. كالعادة حبايبي ما تنسونيش من دعمكم بلايك وشير على الفيديو وتعليق حلو زي قلوبكم، ويلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجة كده انا جبت الحلة بتاعتي، وعلشان هي الايدين بتاعتها كده بلاستيك، فانا غلفتها هنا بورق ألمونيوم. وهابتدي بقى ان انا احط شوية من الزيت كده وادهنها كويس جدا في الحروف بتاعتها ومن تحت بالشكل ده. بس هركنها بقى على جنب واجيب البولة بتاعتي واحط فيها كوباية من اللبن الدافي، وبنفس الكوباية دي هحط كوباية مية بنفس الكوباية. بس كده بقى انا حطيت كوباية لبن وحطيت كمان كوباية مية. هحط هنا 3 معالق كده من السكر، 3 معالق من المعالق العادية اللي هي بتاعة الأكل، وهحط كمان معلقة مليانة كده من الخميرة الفورية. واقلب بقى كل الكلام ده كويس جدا كده لغاية حبيبات الخميرة دي ما تدوب معايا تمام، والسكر برضو يدوب في اللبن والمية. بس كده. الخطوة اللي بعد كده هبتدي انزل هنا بربع كوباية من الزيت، وبرضو وانا هقلب بقى برضو الزيت كده لغاية ما يختفي مع بقية المكونات بتاعتي. هحط هنا بقى 4 كوبايات من الدقيق. طبعا لازم تنخليهم كويس علشان لو فيهم ردة او فيهم اي حاجة برضو تطلع منهم في النخل. هضيف 4 كوبايات بس يا ريت تكوني موحدة بقى كل المقادير بكوباية واحدة. بس كده هحط على الدقيق بتاعي نص معلقة كده من الملح، واقلب بقى كده بالمعلقة على طول، ولا هستخدم ايدي ولا اي حاجة، بدون ما نلمس العجينة خالص ولا نتعب نفسنا بالمعلقة كده. وهنقلب العجينة بتاعتنا، هنقلب بقى كويس جدا كده لغاية اما نكون معانا عجينة تكون شوية طرية معانا. عايزين بس نقلبها كده لغاية اما تنعم شوية، يعني ما تبقاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لا عايزين العجينة تكون ناعمة شوية كده، ما تبقاش مقطعة كده معاكي عشان تطلع معاكي النتيجة حلوة في الاخر. بصي تقليبة بسيطة كده هزود بس هنا معلقة بسيطة من المية كده، معلقة واحدة من المية علشان يعرف ان هي تبقى سلسة معايا. بس كده. وهسويها بقى كده بالمعلقة بتاعتي علشان ايه الم كل الجوانب دي، واغطي عليها بقى عشان نسيبها تخمر لغايه اما حجمها يتضاعف معانا. هنسيبها بس نص ساعة تخمر معانا او اقل من كده لو الجو حر عندكم. بس كده. هنسيبها بقى ايه، هننزل بس كل اللي في المعلقة كده علشان حرام ما نرميش حاجة، وبعد كده بقى هغطي عليها واسيبها لما حجمها يتضاعف واوريها لكم. سهلة وعجينة سهلة وبسيطة ومش هتغلبك ابدا. لو انت لسه بتبتدي ان انت تعملي معجنات الوصفة دي هتكون سهلة بالنسبة لك. بصوا بعد حجمها ما تضاعف بالشكل ده، بعد ما غطيناها نجيب بقى الحلة بتاعتنا اللي احنا حضرناها في الاول ودهنينها مسحة من الزيت كده، وهنحط بقى نص العجينة بتاعتنا دي بعد ما خمرت كده. انا هنا دهنه المعلقة بتاعتي زيت علشان ما تلزقش في العجينة. هنزل بنص العجين والنص التاني هسيبه دلوقتي، هوريكم دلوقتي هعمل فيه ايه. بس كده نزلت بالعجين الاولانيه كده، وهدهن ايدي بس مسحه من الزيت كده علشان اعرف افردها كويس في قعر الحله بتاعتي. بصوا هفردها بقى كويس جدا كده واعمل لها طروف كده من الجنب علشان لما نيجي نحط الحشوه بتاعتنا ما تلزقش وتتحرق معانا في الفرن. بصوا بعمل لها حروف شويه كده علشان ما الحشوه ما تلزقش في الحل اهو. بس ومسحة الزيت دي عشان تسهل عليك ان انت تعرفي تحطي تعرفي تسوي العجين. هحط هنا بقى جبنة، اي بقى نوع جبنة انت حباه، جبنة اي نوع جبنة. انا حطيت هنا جبنة موتزاريلا كانت متوفرة عندي. لو مش متوفر عندك جبنة ممكن تحطي بقى اي نوع جبنة، جبنة اللي هي البيضة، جبنة رومي، اي نوع جبنة حابة تحطيها، واي حشو بقى انت حابة. ممكن تحطي لانشون مع قطعة من الجبنة، اي حاجة بقى انت حابة تحطيها في النص كده حطيها. بس بعد ما حطيت الجبنة بتاعتي كده هحط بقى بقية العجين بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه. النص التاني هحطه كده سهل خالص، هنزل بيه كله كده. وبعد كده هوريكم هعمل ايه. برضو همسح ايدي مسحة بسيطة من الزيت كده، وابتدي بقى ان انا اساوي واغطي خالص الجبنة بتاعتي دي. لازم اغطيها كلها كده علشان ايه ما تتحرقش معايا. بصوا سهل خالص، بدهن ايدي بس مسحة من الزيت كده ايديا الاتنين علشان اعرف ان انا اسوي العجينة بتاعتي من فوق واغطي بيها النص التاني. بصوا
عايزة أقول لِك بقى لو أنتِ زي ما قُلت لِك كده لو أنتِ لسه يعني المعجنات بتفشل معاكِ بجد الوصفة دي هتكون سهلة، لا هتفردي بمفردة ولا نشّابة ولا الكلام ده كلّه، ولا هتعجني حتى. بُصّوا سهلة إزاي بالمعلقة كده تعمليها في ثواني. هتطلّعي رغيف عيش ما شاء الله هيبقى حلو أوي معاكِ هاوريه لكم بقى في الآخر هيبقى عامل إزاي. بُصّوا هتسويها بس كده حاجة بسيطة وتسيبيها لمّا تخمر، هتغطّيه تاني وتسيبيه لمّا يخمر كده. بس هنسيبه لمّا يخمر، وبعد كده هنشغّل الفرن بتاعنا ونسيبه لمّا يسخن كويس جدًا، وهنحطها بقى إيه تستوي معانا، هنحطها كده من تحت علشان تستوي معانا، ويكون الفرن سخن علشان ما تغيبش معاكِ في الفرن برضه، هتقعد معاكِ نُص ساعة تقريبًا كده. وهاحط هنا عليها رشة من السمسم ورشة كده من حبة البركة على الوش، لو مش حابة ما فيش مشكلة ممكن تدخلي رغيف العيش الحلو بتاعك ده على زي ما هو كده بالوش بتاعه، هادخله واطلعه بقى واغطيه لما يطلع من الفرن هاغطيه علشان يبقى معايا طري وما ينشفش معايا. بصوا ما شاء الله طلع طري ازاي، هقطعه بقى وهو كان لسه سخن الصراحة، بس كده عشان كنت عايزة اخلص معاكم الفيديو. اقطعه كده على البلانشة بتاعتي ما شاء الله هش وتحفة. عايزة اقول لك بقى عايز كوباية شاي بلبن كده الصبح، ولو انتي برضو ايه حابة ان انتي تحطيه في الفريزر وتطلعيه ساعة التسخين بجد هيبقى تحفة معاكي. بس ما شاء الله والجبنة سايحة فيه وتحفة. وينفع كمان للعشاء وللفطار لأي يعني لو عايزة تعمليه للعشاء كمان في السريع كده هتعمليه. بصوا ما شاء الله الجبنة سايحة ازاي تحفة. عايز بس كوباية شاي بلبن زي ما قلتلكم وافطري بيه وما شاء الله هتحبيه اوي. وهيبقى حلو برضو للعيال في اللانش بوكس كده حطه لهم. بصوا ما شاء الله تحفة ازاي. هاحطه بقى كده يعني هاحطه بقى عندي كده في علبة واغطي عليه عشان ايه احافظ عليه. بس كده. يا رب يكون عجبكم الفيديو متنسوش تتابعوني على الصفحة وتعملوا متابعة ومتنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشيروه مع اصحابكم. وان شاء الله كده تقولوا لي بقى انتوا بتتابعوني منين واستنى رأيكم على الفيديو بتاعنا النهارده وان شاء الله اسيب لكم المقادير كلها في اول تعليق مثبت. يا رب يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.